السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل النهاردة مع بعض القراقيش بالعجوة او منين العجوة اللي بنشتريه من الافران. سهل جدا واقتصادي. طريقته بسيطة جدا، وهنعمله ب2 كوباية من الدقيق بس، وهيطلع ان شاء الله معاكي في منتهى الجمال والحلاوة دي. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو. وبس لو اول مرة تشوفيني ساعدني انضمامك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة في المكونات بتاعتنا معانا نص كوباية من اللبن. اللبن هيكون دافي. انا بستخدم الكوباية المعيارية. لو مش معاكي او مش متوفر عندك الميزان. هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية. نقلب المكونات الجافة بتاعتنا، المكونات السائلة بتاعتنا مع الخميرة كويس، وبعدين نغطيها ونركنها على جنب. معانا بعد كده 2 كوباية من الدقيق. انا بستخدم الكوبايات المعيارية لانها بتكون زيها زي الميزان. ما تقلقيش. بننزل عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. كمان بنضيف عليهم ربع كوباية من الزيت، وعليه معلقة كبيرة من السمنة. لو مش حابة تستخدمي البيكنج باودر ما فيش مشكلة، بس لو هتستخدميه ياريت متكتريش عن كده علشان خاطر ما يديش معاكي نتيجة عكسية. بنقلب المواد الدهنية بتاعتنا كويس مع الدقيق، ونغلفها بالدقيق بتاعنا كويس. يعني تقريبا بنبس المكونات الدهنية مع الدقيق زي ما بنعمل في الكحك كده بالشكل ده. بنبسها بايدينا في الدقيق علشان ناخد بعد كده النتيجة اللي هي يكون عامل زي الرمل كده، او ان احنا نضغط عليه بايدينا يكون متماسك مع بعضه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده بننزل بكوباية او نص كوباية الخميرة اللي عملناها بعد ما تفاعلت. نبتدي نقلب او نخلط المكونات بتاعتنا مع بعض. احنا مش هنعجن كتير علشان خاطر القراقيش بتاعتنا تطلع مقرمشة كده ودايبة بالشكل ده. انا هنا احتاجت كمان معلقتين من اللبن، معلقتين كبار من اللبن. هنقلب المكونات بتاعتنا ونخلطها مع بعض كويس بالشكل ده. احنا هنا العجينة بتاعتنا اقتصادية جدا. يعني استخدمنا ربع كوباية من الزيت. تقدري ان انتي لو حابة تغيري فيها او تستخدميها سمنة ما فيش مشكلة، زي ما انتي حابة. هنا العجينة بتاعتنا اتلمت معانا تماما بالشكل ده وبقت تمام. هنا لازم ناخد بالنا ان عجينة القراقيش ما بيكونش ليها عرق، يعني مش زي القرص الطرية اللي بنعملها بتكون بتقطم معانا او بتقطعي العجينة بتقطع معاكي كده بالشكل زي ما احنا شايفين كده. بنسيب العجينة بتاعتنا على جنب. بعد كده بنحضر الحشوة عبارة عن ربع كيلو من العجوة، عليهم معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من السمسم. بنهرس العجوة بتاعتنا مع السمنة والسمسم علشان تكون لينة معانا واحنا بنشتغل. لو العجوة معاكي بتكون انشف من كده، او لو في الشتاء وجو برد عن كده بتضيفي معلقة كمان من المية وهتكون كويسة معاكي وتمام. هنا العجوة بتاعتنا بعد ما خلطناها كويس بنبتدي نعملها على شكل رول بالشكل ده علشان نحشي بيها العجينة. ممكن تستخدمي كيس بلاستيك هيسهل عليك الموضوع وتعمليها بالشكل ده. بعد كده بنجهز العجينة بتاعتنا، بنفردها على شكل مستطيل. بنفردها قدامنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بناخد رول العجوة اللي احنا عملناه ونبتدي نضيفه على طرف العجينة بالشكل ده، ونلف لفة او لفتين بالكتير، او ممكن لفة ونص، يعني بحيث ان انتي ما يكونش الرول بتاعك اتخن من كده علشان تكون معاكي مظبوطة. بعد كده بنقطع، بعدين بنقفل الحرف بتاع العجينة بتاعتنا كويس جدا ونظبطها او نلفها كده بالشكل ده.
نرولها على السطح بتاعنا. وبعد كده بنعمل الجزء التاني بنفس الطريقة. بنضيف العجوة على حرف العجينة بتاعتنا، وبعد كده بنظبطها ونبتدي نلفها مرة ومرة كمان او نص مرة بس ومش اكتر من كده، وبعدين بنقطع، وبعدين بنقفل الاطراف بتاعت العجينة كويس بالشكل ده، وبعدين نبتدي نظبط الرول بتاعنا بالشكل ده. ممكن تعملي العجينة كلها مرة واحدة لو المساحة عندك كبيرة، ولو انت حابة، لكن انا قسمت العجينة على نصين. هنكمل باقي كمية العجين بتاعنا بالشكل ده لحد ما نخلص الكمية التانية من العجين. بعد كده هنحضر معانا كوباية من اللبن، عليها معلقة من القهوة سريعة الذوبان. بنبتدي نقلبهم كويس وندهن بيهم الرول بتاعنا، وبعدين نضيف السمسم على وش الرول بالشكل ده. بعد كده بنبتدي نقطع الرول، اطراف الرول، ونقطع القراقيش بتاعتنا بالشكل ده. الحجم كده متوسط معانا، تقدري لو حابة تخلي الحجم اكبر من كده، بس انا حابة يكون الحجم بتاعنا بالشكل ده. بنبتدي نضيف القراقيش بتاعتنا في الصاج او الصينية اللي هنخبز فيها. طبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة. بنخلص الكمية كلها وبعد كده بندخلها الفرن رف اوسط زي ما قلنا، يكون فرن سابق التسخين. بعد ما اللون من تحت بتاخد لون من تحت ذهبي، بنبتدي نشغل الشواية عشان ناخد اللون المظبوط للوش بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بتطلع معانا بالجمال والروعة دي. شايفين شكلها جميل جدا وريحتها وطعمها تحفة، اجمل من اللي احنا بنشتريها من بره. بجد صدقيني لو جربتيها مش هتشتريها من بره تاني. شايفين قد ايه العجوة فيها طرية ومش ناشفة معانا من التسوية بتاعتها مظبوطة جدا. يدوب هي للفطار، مش محتاجة غير كوباية شاي بلبن وكده تمام جدا. اتمنى تجربوها وتعجبكم الوصفة. لو عجبك الفيديو لايك وشير، واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله على خير، ومع الف سلامة.